عموما شو اللي ملفت في مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 70؟ الملفت هو امبابي وأردا جولر. فينيسيوس قصة ثانية، يعني يحتاج فعلا فيديو منفرد. فينيسيوس اللي مستواه جدا سيء، ولكن خلوني أركز على إيجابية مباراة سيلتا فيجو. أردا جولر ذكي جدا، لاعب من طراز عالي، واضح الموهبة فيه، يعني ذكاء الجميل انه رغم في التشكيله المفروض يلعب على الجهه اليمنى، ولكن لقينا كثير كان ينزل على النص ويلعب تحت المهاجم. انه يلعب تحت مبامبي هذا شيء ترك مساحه جميله جدا لمبامبي انه يتحرك بين كمهاجم صريح وعلى الجهه اليمين. فلهذا لاحظنا مبامبي ماخذ راحته وانطلاقاته كثير كانت جميله جدا، وسجل فعلا هدفين، كل هدف اجمل على الثاني. اردا اقول لك كان سبب رئيسي ان نصف ريال مدريد كان قوي، وكان يمد بالكرات الطويله اللي هي من نقاط قوه مبامبي بشكل رائع جدا.